شغل يا ابني. بقول لك مين فينا مش بيعشق البطاطس الجاهزه كده جنب اي اوردر بيطلب، وطعمها المختلف والمميز عن البطاطس بتاعتنا اللي احنا بنعملها في البيت، او اللي بيجري يشتري اكياس البطاطس الجاهزه اللي بيبقى مكتوب عليها انها فرزه. خلي بالك اوعى تصدق انها بطاطس طبيعيه 100% زي ما المطاعم بتوصل لك. احنا ما اتفقناش على الكلام ده، ما ناكلش معايا الكلام ده. بص يا سيدي، البطاطس دي قبل ما بتيجي المطعم بتقطع وتتنقع كويس في محلول معين كده، وطبعا المحلول ده مجهول المصدر خالص عشان تحافظ على لونها الاصفر الجذاب ده، بتفضل مقرمشه. طبعا بيقوموا يقلوها حوالي كده 60 ثانيه ويعبوها في اكياس ويشحنوها على المطعم على طول. البطاطس دي على فكره ما بتبقاش طبيعيه 100%، كمان مليانه زيوت مهدرجه كتير جدا زي زيت صويا وزيت دوار الشمس وغيره من الزيوت، فعلا خطر جدا على الصحه. اكياس البطاطس الجاهزه مهما كان نوعها اوعى تثق فيها، والاحسن ليك انك تعمل البطاطس دي في البيت، لانك في البيت هتاكل بطاطس طبيعيه جدا، مش بطاطس محطوط عليها مركبات وعناصر خلتها تضيف كل القيم الغذائيه بتاعتها. خلصت حلقه النهارده، واكيد انا مش مسؤوله لو نفسك اتفتحت وقمت قليت بطاطس دلوقتي. سلام عليكم.